هنشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها، ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصر يا راكب السفينة. حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. أنا جاي أتكلم النهاردة عن حاجة بسبب يعني آفة، مرض جوه الناس. المرض ده مش عارف إذا كان هو مرض معدي ولا مش معدي. الحقد والغل جوه الناس. في ناس بتبقى تعبانة منك نفسيا. في ناس من يعني ليه احنا لما نشوف بقى حد ناجح دماغنا ازاي نجيب وراه، ازاي نخليه يفشل؟ ليه ما بنحاولش نخلي الناجح ينجح اكتر؟ ده في دول بتخلي الفاشل ينجح. احنا عندنا ناس عندها مهارة بالغيرة، بالحقد، بالكراهية، ان الناجح يفشل. ليه؟ وفي امثله كتيره قوي حصلت وبنشوفها في اعمالنا وفي شوارعنا وفي بيوتنا وفي جيراننا واهالينا، انك ممكن تلاقي شخص بيحقد عليك، بيغير منك عشان خاطر انت شايفه احسن منك. ممكن يكون هو مش احسن منك ولا حاجه، ممكن ما يكونش احسن منك، ممكن تكون انت احسن منه بس انت عندك نقطه ضعف، يعني عقده نقص، انك شايفه دايما احسن، او انت شايفه صاحبتك احسن. يعني مثلا لما نيجي نفتكر واقعه البنت بتاعت المول، لما صاحبتها الانتيم اللي جابتها تشتغل معاها في المول عملت ايه؟ عملت رباطيه عليها وقتلتها عشان تسرقها، مع انهم كانوا الاثنين على الفيس بالحب ولفلفه وحوارات كبيره قوي مع بعض، واخت وحبيبتي، وفي الاخر صاحبتها قتلتها. ده ايه؟ حقد وغيره. لما نيجي برضو شاب في المنصورة اتقتل على ايد صاحبه عشان خاطر فلوس، لما انا من فوق الواقع الحادثة دي انا غطيتها. ليه؟ فين؟ ايه ده كله عبارة عن ايه؟ مش ده كله عبارة عن حقد وكراهية جوه الناس؟ لما نيجي نسمع ان واحدة خدت ولدين فوق سطح بيت او عمارة وقتلتهم عشان خاطر في خلافات اسرية، ده عبارة عن ايه؟ مش حقد. ايه فرض انت مختلفه مع سين او مع صاد، اخد ابنه وابن اخته او كذا واقتلهم فوق وارميهم؟ ايه الحقد والكراهيه اللي بقت جوه الناس ديت؟ ده انت بص تلاقي جارك اللي جنب منك حقد عليك، صاحبك اللي معاك في شغلك حقد عليك. ليه برضه؟ انا ناجح، انجح زيي، طور من نفسك وغير من اليتك ومن كيانك وانجح زيي. ما تحاولش تخليني فاشل. انت شايف نفسك فاشل عشان خاطر انت فاشل، لكن كونك انت لو انت شايف فين امكانياتك وحاولت تطور من نفسك هتنجح زيي او زي غيري عموما يعني. علشان كده بلاش اللي شايف نفسه قليل ما تحاولش بحقدك وكرهتك تقلل من غيرك، لا، لان هو كده كده اولا يعني عموما انا كلمتي لان كل واحد بيحقد عليه او بيتغير منه. انبسط، اعرف انك ناجح. كل واحد بيتحقد عليه، او ان مش عارف اقول لك ايه، بتلاقي ناس بتحاربك كتير وبتتكلم، لا ما تزعلش، انت كده ماشي صح. لانك لو ما انتش كده اعرف ان انت فاشل. والناس اللي زي دول بيأكدوا ان الواحد صح. في ناس كتيرة جدا بتبقى شايفاك وشايفه مثلا مع انك انت طبيعي جدا معاهم وهم بتحب الخير، بتكون بتحب الخير ليهم، ولكن هم ما بيحبوش الخير ليك، بيكرهوه. نفوسهم مريضة وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اهو ده كلام ربنا، هو اصلا تعبان من جواه وربنا بيديله. خد كمان مرض يا عم. حقد ايه وغل ايه وكراهية ايه وتخلي صاحبك ان تحاول تتعمد انه يفشل؟ بلاش، انجح زيه، طور من نفسك، شوف انت ايه اللي ناقصك عشان تبقى ناجح، مش انك تخلي الناجح يفشل. وفي في مهن كتيره قوي بنشوفها، لا بنشوفها يعني الطريقه ديت. المفروض ان علشان خاطر تبقى ناجح تشغل دماغك زيه. مش عيب ان انا اتعلم من اللي قدام مني واشوف بيعمل ايه عشان يوصل للي هو فيه. مش عيب ما دام وصل بطرق مشروعه، ما دام وصل ان الناس تحبه. ليه ما اعملش زيه؟ ليه ما اخدش الخط بتاعه؟ لكن مش ان انا مثلا اقعد اخبط واقعد اجيب في سيره الناس واغلط في حق ده واقلل من ده عشان خاطر اقنع نفسي
بان انا احسن منه، او اشوه صورة دي، او اجيب في ده بالباطل عشان خاطر ان انا يعني احس من جوايا كده ان انا احسن منه. لا، ما انتش احسن من حد، بالعكس. تبقى احسن لو قفلت بقك وما غلطتش في حد، وما جبتش في ما جبت بس انت ما جبتش في اعراض حد مثلا، او ما حاولتش ان انت تكون غلط، انك تجيب سير الناس بالباطل وتحاول تقلل منهم. حتى لو انت قللت هو مش قليل، اللي بيسمعك مشاهبل، اللي بيسمعك عارف انت جواك ايه وهو ايه. فاوعى تتخيل في لحظه من اللحظات ان حقدك وغلك ده هياكلك انت مش هياكله هو. هو ماشي في سكته، مش هيتغير. يعني واحده مجتهده في شغلها تاني مجتهده زي ما هي وانت تكون نفسك، واحد مجتهد في شغله تاني مجتهد وانت تكون نفسك برضه. فعلشان كده عشان تبقى ناجح لازم فعلا تفضل ناجح، وتحاول تنجح نفسك زي ما غيرك ناجح، لكن ما تحاولش انك تخليه فاشل. انت عندك مثلا ابنك ضعيف وابنه هو، لا حاول تقوي من ابنك، غير من عزيمته، مش انت تحاول تخلي الولد التاني فاشل. احنا عاوزين نغير من تفكيرنا ومن آليتنا ديت، عشان خاطر لما انا احاول اخلي اللي قدام مني لو فاشل ينجح، انا بخلي فعلا المجتمع يتحرك لقدام، لكن مش اخلي الناجح يفشل وانا كده برجعه ورا. يعني مثلا دكتور متميز ما اشجعه يبقى متميز اكتر، مدرس كويس ازوده اخليه يتميز اكتر، مهندس محامي، لكن ما اجيش على الكويس واقلل من شأنه. ما ينفعش. لازم الحاجات والامراض اللي جوانا دي كلها لازم ننضف منها، عشان لو نضفنا من الامراض ديت بجد هنرتاح، والبلد هتتغير. لان بقى بتتغير باخلاقنا، لان اخلاقنا بتنعكس على عملنا. لكن لو مفيش اخلاق، في حقد، في كراهيه، في ضغينه، مفيش حركه. بالعكس، هتكتر الجرايم وهيكتر الامراض وهتكتر البلاوي متلتله اللي هي جايبانا ورا. علشان كده احنا بنتمنى من ربنا ان احوال بلدنا تتغير. يا ريت نعمل شير ومتابعه للصفحه علشان خاطر يوصل لنا كل حاجه جديده في احوال بلدنا.